أهلا بيكم في فيديو جديد على قناة هتكلم. أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية اعتقال صانعة المحتوى وعارضة الأزياء العراقية داليا فرهود ووجودها في سجونه بعد أيام من الإعلان عن اختفائها واختطافها على يد مجموعة مسلحة في مقر سكنها في العاصمة طرابلس. وقال المتحدث الرسمي باسم جهاز الردع أحمد سالم إن فرهود ليست مخطوفة كما يروج البعض، بل موقوفة بطريقة رسمية. ويعلم من النيابة العامة مشيرا إلى أن سبب اعتقالها انتهاكها للخصوصية ونشرها محتوى لا يتناسب مع المجتمع الليبي. وقال سالم في تصريحات صحفية إن فرهود تخضع للتحقيق وسيتم إحالتها على النيابة مع التحفظ على اتهامها في قضية أخرى من دون أن يفصح عن القضية الأخرى. يأتي ذلك فيما يبدو ردا على بيان لوزارة الخارجية العراقية استنكرت فيه واقعة اختطاف الممثلة العراقية داليا فرهود من مقر إقامتها في طرابلس على يد مجموعة مسلحة، موضحة إنها تتابع باهتمام مع السلطات الليبية للتعرف على مصيرها. وأعلن عن اختطاف فرهود من منزلها بمنطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس واقتيادها إلى جهة غير معلومة